مجلس النواب الجزائري اجتمع اليوم وقرر تفويض الرئيس تبون بإعلان الحرب على إسرائيل. موقف لم يتخذ على الإطلاق منذ 7 أكتوبر في أي دولة عربية، ولم يتخذ في أي مجلس نيابي أو برلماني يمثل الشعوب العربية. تظل المواقف الجزائرية مبرهنة على عظمة هذا الشعب وهذه القيادة في هذه اللحظة الفارقة. في سابقة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي منذ 7 أكتوبر الماضي، وبشكل رسمي وعلني وأمام أنظار العالم، وكأول بلد عربي قوي حر في قراراته السيادية، أعلن البرلمان الجزائري وفقا لما تداولته وسائل إعلام عربية عن قرار مهم سيقلب موازين الساحة الإقليمية بخصوص الإرهاب الممارس على أهلنا في قطاع غزة من طرف جيش الاحتلال الصهيوني والدول الغربية التي تتقدمهم أمريكا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا. ووفقا لما تداولته وسائل إعلام عربية، فقد أعلن البرلمان الجزائري تفويض الرئيس عبد المجيد تبون بإعلان الحرب والدخول في حرب عسكرية مع الكيان الصهيوني كموقف جزائري واضح لا غبار عليه، لا يقبل التأويل أو التحريف. ويعد هذا الموقف وفقا لما كشفته مصادر مختلفة بأنه موقف سيقلب قرارات الحكام العرب الخائفين من الكيان الصهيوني المدعوم من أمريكا. كما يأتي هذا الموقف القوي من الجزائر بعد أيام قليلة فقط من إعلان الكتل السياسية في الجزائر عن قرارات مهمة، من بينها توجيه دعوة رسمية للرئيس تبون باتخاذ موقف أكثر جرأة لنصرة أهلنا في قطاع غزة ضد العدوان الغربي الغاشم والإرهاب الممارس عليهم من طرف دول رعت ومولت الإرهاب في المنطقة العربية. هذا وتعد الجزائر من الدول العربية القليلة جدا التي لها مواقف واضحة بخصوص القضية الفلسطينية ووضوحا بخصوص العلاقات العربية الصهيونية. ويأتي قرار مجلس النواب الجزائري بتفويض الرئيس تبون إعلان الحرب على جيش الاحتلال الصهيوني كأقوى قرار سياسي سيادي كبير بهذا الحجم لم يتخذ في أي دولة عربية أو إسلامية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر المبارك.